بادر أبو بكر رضي الله عنه إلى الإيمان به وتصديقه، ولم يتردد حين دعاه إلى الإيمان، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم طول إقامته بمكة وصحبه في هجرته. ونص الله تعالى على هذه الصحبة حين قال في كتابه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وشهد معه جميع الغزوات، وأسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. واشترى 7 من المسلمين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم فأعتقهم رضي الله عنه، منهم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامر بن فهيرة الذي صحبهما في هجرتهما ليخدمهما. كان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدلول كلامه وفحواه، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، فعجب الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم. وكان رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول نحن: إنه أحب الناس إلينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أسم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما يكره، فجثى رضي الله عنه على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي رضي الله عنه بعد ذلك. وكان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوازل وأشدهم قلبا، ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير من الصحابة الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وكان من الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية دون أن يكمل عمرته، وأن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم وإن كان مسلما،
ومن جاء من المسلمين إلى قريش لم يردوه إلى المسلمين، فشق ذلك على المسلمين وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر بالغ في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه يجادله في ذلك، فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه لعلى الحق. فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وفي هذا دليل على أنه أكمل الصحابة وأشدهم ثباتا في مواطن الضيق. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اندهش المسلمون لذلك حتى قام عمر رضي الله عنه، وعمر من تعرفونه أشد الناس بأسا وأقواهم تحملا، ولكنه في هذه الحادثة العظيمة قام رضي الله عنه وأنكر موته وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بستان كان له خارج المدينة، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ولما أراد أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راجعه عمر وغيره من الصحابة ألا يسير الجيش من أجل حاجتهم إلى هذا الجيش في قتال أهل الردة، لأن بعض العرب ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار بعض الصحابة ومنهم عمر على أبي بكر رضي الله عنه ألا يسير الجيش وأن يحبسه في المدينة من أجل قتال أهل الردة، ولكنه رضي الله عنه صمم على تنفيذه وقال: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا. وكان في ذلك مصلحة عظيمة، فإن القوم الذين ارتدوا لما رأوا أن أهل المدينة سيروا إلى أطراف الشام جيشا قالوا إن لهم قوة، فرجع بعضهم إلى الإسلام بعد أن خرج منه، وهذا من بركة تنفيذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة عزم رضي الله عنه على قتالهم، فراجعه بعض الصحابة في ذلك ولكنه صمم على قتالهم. قال عمر رضي الله عنه: فعرفت أن ذلك هو الحق. وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي وصف أبا بكر فقال: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة،
وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأكرمهم عليه، خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، أقرب الناس عندك أطوعهم لله وأتقاهم. هكذا وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار في الناس سيرة حميدة، وبارك الله له في مدة خلافته على قلتها، فقد كانت 2 و3 أشهر و9 ليال. ومات رضي الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء ليلة 23 من جمادى الثانية سنة 13 من الهجرة. وكان من بركته أن خلف على المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن هذا بلا شك من حسنات أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعرفوا لهذا القوم فضلهم، وترضوا عنهم وأحبوهم، فإن الإسلام إنما جاءكم من قبلهم. هم الذين نقلوا كتاب الله، هم الذين نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنهم وأن يجزيهم عن أمة محمد خيرا، ونسأل الله أن يتبعنا آثارهم، ونسأل الله أن يتوفانا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم، إنه جواد كريم. واسمعوا قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.